عارف إن في خليفة فاطمي حكم مصر وفتح الشام وبنى قصور واهتم بالعلم، بس اللي مش ناس كتير تعرفه إن الستات في حياته كان ليهم تأثير أكبر من أي وزير. خليفة حارب الروم وواجه القرامطة وبنى مكتبة كانت من أعظم مكتبات العالم الإسلامي، بس في الآخر مات وهو طالع يحارب ولسه ناوي يكمل المشوار. هنتكلم عن العزيز بالله، خامس الخلفاء الفاطميين، الراجل اللي كان عايش وسط الذهب لكن مات وسط نار الحرب. العزيز بالله اتولد سنة 955 ميلادياً في المهدية، ولما استلم الحكم بعد وفاة أبوه المعز لدين الله كانت مصر لسه جديدة في حضن الفاطميين. بس في عهد العزيز بقى للدولة شكل تاني خالص. أول حاجة عملها ابتكر منصب ما كانش موجود قبل كده، الوزير، وأول وزير اتعين كان يعقوب ابن قلس، الراجل اللي ساعد في تنظيم الدولة وإدارتها بشكل جيد. قطع الخطبة للخليفة العباسي في اليمن وأعلنها باسمه هو في رسالة واضحة: الفاطميين هنا ومش ناويين يختفوا. بعت حملات عسكرية ضد أعداء الدولة، مرة ضد القرامطة اللي كانوا عاملين قلق في الشام، ومرة ضد الروم اللي وصلوا لحلب وحمص وطرابلس. لكن مش السياسة بس اللي لمع فيها، لا، كان مهتم بالعمران والعلم والفنون، وأسس مكتبة كانت من أعظم مكتبات العالم الإسلامي، فيها ملايين الكتب، والناس كانت بتروح الجامع الأزهر عشان تتعلم على إيد القاضي علي ابن النعمان. وبنى قصر اللؤلؤة واهتم بتوسيع القصر الشرقي الكبير، وخلى القاهرة تتحول لعاصمة فيها كل حاجة، سياسة ودين وعلم وتجارة وفن. وفي عصره ازدهرت صناعات زي الزجاج والخزف، وكل حاجة كانت معمولة بإتقان يخطف العين. والدته السيدة المعزية كانت من أصل عربي، اتجوزها المعز في المغرب، وكان ليها تجارة ضخمة، وكان دورها السياسي مش واضح، بس التاريخ بيقول إن المعز نفسه كان بياخد رأيها في قراراته. أما مراته السيدة العزيزية فدي كانت قصة تانية خالص، كانت مسيحية، وأثرها على العزيز كان واضح جدا، لدرجة إنه رفع إخواتها لأعلى المناصب الدينية. وست الملك بنته وأخت الحاكم بأمر الله كانت عايشة في قصر لوحدها، وعندها أراضي وجواهر تكفي مملكة بحالها. ملك الروم دخل حلب ووصل لحد طرابلس، والعزيز قرر يرد، فتح الخزائن وجهز أسطولين، واحد اتحرق قبل ما يطلع والتاني غرق بسبب رياح قوية جدا. ورغم كده العزيز ما استسلمش وخرج بنفسه على رأس الجيش، لكن المرض كان ليه رأي تاني، مات وهو في الطريق في بلبيس قبل ما يشوف الحرب اللي جاهز ليها بكل قوته، ومات وهو عنده 44 سنة، لكن ساب وراه حضارة وبلد متقدمة وستات كانوا بيحكموا من ورا الستار. العزيز بالله ما كانش بس خليفة، ده كان فنان في السياسة والعلم والعمران. وسواء حبيت التاريخ أو لأ، أكيد هتفتكر دايما إن في وقت من الأوقات مصر اتبنت بإيد ملك ووراه ست.